انا امال ناصر ودي رحله 65 نصيحه لثانويه عامه عشان تبقى طالب جامعي، وده خامس فيديو. I'm just a girl, I'm just a girl in the world. That's all that. والنهارده هنتكلم لو بتفكر تقسم. في نص السنة وانا مكانكم كنت بفكر اقسم، وفعلا خدت القرار وخلاص. في دروس قعدت منها فعلا كنتش بروح، ولا فيزياء تقريبا ولا كيمياء ولا انجليزي، اللي هو تقريبا اخترت المواد اللي انا ضايعه فيها وقلت خلاص بقى هقسم السنة. وقعدت فعلا وفضلت تقريبا شهر مش بروح وانا اخده القرار. طبعا وقتها اهلي قالوا لي عايزه تقسمي قسمي براحتك، بس احنا مش راضيين وكده، وفضلوا يقنعوني لا طب نعمل لك ايه، طب غيري المدرسين، طب المهم ان هم اي حاجه بس ما تقسميش السنه. بس في نفس الوقت هم مش ضاغطين عليا، قال هو لا او لا لا عادي. المهم اللي انا رجعت في قراري ليه، لاني ادركت في الوقت ده اللي انا هعيش ضغط ثانويه عامه مرتين. ممكن ربنا ما يكرمنيش، كمان هتبقى مع دفعه اصغر منك وده ممكن ياثر عليك نفسيا. يعني انت هتبقى دفعه اصغر منك، فرق سن برضو، ده هيبقى عبء على اهلك ماديا. يعني السنه دي كنت ممكن تستغلها في حاجات مثلا زي كورسات، حتى لو ربنا ما كرمكش في ثانويه عامه كنت انت ممكن فعلا تستغلها، تستفاد بيها، تتعلم فيها حاجه معينه، كورسات كنت ممكن تفيد نفسك بيها. بصراحه انا ضد فكره التقسيم تحت اي ظرف، حتى لو فعلا مش قادر هات اي مجموع، بس حقيقي ما تعيش الثانويه عامه مرتين. وهتحس بده فعلا فتره الامتحانات، ولما تيجي تخلص تخيل انت مثلا لو خلاص انت بتمتحن معاهم بس هم بيخلصوا خلاص، هم يرتاحوا من الثانويه عامه، لا وانت عارف ان انت لسه السنه الجايه مش هتخلص معاهم. انا بجد انا ما حسيتش براحه قد لما في امتحانات وانا خلاص انا عارفه اللي خلاص الامتحانات والشهر ده وانا مش هبقى في ثانويه عامه تاني، وارجع افتكر احي طب انا لو كنت قسمت كنت هعيش ده تاني. فبصراحه الحوار صعب، وفي الاخر اعرف ان رزقك مكتوب، المهم بس تعمل اللي عليك عشان حتى وقت النتيجه سواء زعلان او فرحان ما تلومش نفسك وتبقى عامل اللي عليك ومحدش يلومك. وده كان خامس فيديو في رحله 65 نصيحه لثانويه عامه عشان تبقى طالب جامعي. ما تنسوش تقولوا عايزين نصور ايه المره الجايه.